في أعماق التراث المغربي تنبض حكايات تثير الرهبة وتجذب الفضول. بين هذه الحكايات تبرز أسطورة عيشة قنديشة، المرأة جمعت بين الجمال الفاتن والغموض القاتل، والتي تحولت عبر الأجيال إلى رمز من رموز التحدي والخوف. يقال إنها كانت مقاومة شجاعة واجهت المستعمرين البرتغاليين بدهاء لا يضاهى. وقيل أيضاً إنها لم تكن بشراً بالكامل، بل مخلوقاً يختلط فيه الدم البشري بسحر الجن. أسطورة حيرت العقول وأبقت الألسن تروي قصتها تحت أضواء القمر في الليالي الطويلة. هل كانت عيشة قنديشة بطلة ثائرة ضد الغزاة؟ أم أنها مجرد خرافة شعبية نسجها الخيال المغربي؟ بين الحقيقة والأسطورة تنسج قصتنا التي تأخذكم إلى أعماق الماضي المليء بالغموض والمفاجآت. استعدوا لاستكشاف أسرار لا تروى إلا همساً، وأماكن تخفي بين ظلالها عبق الحكايات القديمة. الأسطورة الغامضة، عيشة قنديشة. يقال إن عيشة قنديشة كانت رمزاً للغموض والقوة في التراث المغربي، تجمع بين الحقيقة والأسطورة في آن واحد. في زمن الاحتلال البرتغالي للمغرب في القرن ال15 كانت هناك مقاومة شرسة ضد المستعمرين، وكانت عيشة قنديشة واحدة من الشخصيات التي ارتبطت بحكايات البطولة. لكن هلتها الغامضة أضافت لمسات خارقة إلى قصتها. تقول الحكايات إن عيشة كانت امرأة فاتنة الجمال، ذات ملامح مغرية وشعر طويل أسود كالليل. كانت تظهر للجنود البرتغاليين في مناطق نائية عند الغسق، مرتدية ثيابا تقليدية تخفي شخصيتها الحقيقية. كانت تقترب منهم بابتسامة ساحرة، وتعرض عليهم مرافقتها إلى أماكن آمنة، لكنها في الواقع تقودهم إلى كماء أعدها رجال المقاومة المحليون، حيث يلقون حتفهم. لكن كيف لم يكتشف أمرها؟ الروايات تقول إن عيشة قنديشة كانت تعرف لغات عدة، مما ساعدها على كسب ثقة المستعمرين. كما كان جمالها يخفي دهاءها، فبدت كأنها ملاك، بينما كانت في الحقيقة شيطانة للغزاة. مع مرور الوقت بدأت الناس تضيف تفاصيل غامضة إلى حكايتها. قيل إنها كانت تحاط بهالة غريبة من السحر، وإنها لم تكن بشراً بالكامل، بل خليطاً بين الإنسان والجن. دماء الجن على يديها. يشاع أن عيشة عقدت اتفاقاً مع قبائل الجن للانتقام من البرتغاليين الذين قتلوا أفراد أسرتها، وبالمقابل كان على الجن أن يساعدها في إيقاع الأعداء وإبقائها في مأمن منهم. لكن هناك من يدعي أنها لم تكن تتعاون مع الجن، بل إنها كانت جنية في الأصل تتجول في الظلام لتخطف أرواح الرجال الذين يثيرون غضبها. في بعض المناطق بالمغرب تشير الروايات الشعبية إلى أماكن قيل إن عيشة قنديشة كانت تظهر فيها، مثل غابات السدر القريبة من الأنهار أو الوديان المهجورة. هل ما زالت روحها هناك؟ يقول بعض الشهود إنهم سمعوا همسات غريبة ليلاً، أو رأوا ظلالاً تتحرك بين الأشجار. وهذه المواقع أصبحت تعرف بالأماكن الملعونة التي يمنع الاقتراب منها، خاصة بعد غروب الشمس. لكن كيف انتهت قصة عيشة قنديشة؟ بعض الروايات تقول إنها قتلت غدراً بعدما اكتشف البرتغاليون خيانتها وأحرقوا جسدها، لكن روحها لم تختف. يقال إنها أصبحت لعنة تطارد الغزاة أو حتى كل من يدخل مناطقها دون إذن.
روايات أخرى تقول إن عيشة قنديشة اختفت فجأة دون أن يعرف مصيرها، تاركة وراءها حكايات لا نهاية لها. مع مرور الأجيال بقيت قصة عيشة قنديشة مثاراً للجدل في كل بقاع المغرب. اجتمع الكبار والصغار حول النار في ليالي الشتاء، يحكون عن المرأة الغامضة التي أربكت المستعمرين وأثارت الرعب في قلوبهم. لكن السؤال الذي طالما طرحه الجميع هو: هل كانت عيشة بين الحقيقة والأسطورة؟ عندما نلقي نظرة على الروايات المتعددة عن عيشة قنديشة، نجد أنها تتداخل مع تاريخ المقاومة المغربية ضد الاحتلال. هناك من يعتقد أن هذه الأسطورة هي انعكاس لبطولة النساء المغربيات في مواجهة الظلم والاحتلال، حيث كانت تروى قصص البطولة في صورة خرافات لإلهام الشجاعة في النفوس. من ناحية أخرى، تعتبر عيشة قنديشة رمزاً للخوف من المجهول في الثقافة الشعبية، فالجمال الذي يقود إلى انهلاك والسحر الذي يختلط بالحق يعكسان مفهوم التحذير من الانخداع بالمظاهر. عبرت الحكاية، سواء كانت عيشة قنديشة شخصية حقيقية أم لا، فإن قصتها تحمل رسائل عديدة للأجيال، فهي تمثل الشجاعة في وجه الظلم والتحدي في مواجهة القوى الغاشمة. في ذات الوقت تذكرنا بضرورة التمييز بين الواقع والخيال، وبين الشجاعة والحذر. هل نعيش عصراً جديداً للأساطير؟ مع تطور العصر الرقمي وتداخل الثقافات، تبقى الأساطير الشعبية مثل عيشة قنديشة جزءاً لا يتجزأ من الهوية المغربية. ولكن التحدي الآن يكمن في كيفية نقل هذه الأساطير للأجيال الجديدة بأسلوب يحترم التراث ويقدمه بطريقة تعكس القيمة الإنسانية والتاريخية. وفي النهاية تبقى أسطورة عيشة قنديشة حكاية تروى، تحمل في طياتها تفاصيل غامضة تثير الأسئلة أكثر مما تقدم إجابات، وما زالت روح الحكاية حية تتنقل بين الليالي المغربية وتذكرنا بأهمية الجذور والثقافة الشعبية في تشكيل هويتنا.